السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم حبايب قلبي عاملين ايه؟ يلا بينا نعمل بسكوت العيد. النهارده انا عاملاه بالزبدة، عاملاه بالنشادر وبالزبدة بطريقة سهلة جدا جدا، اي حد مبتدئ والله هيعرف يعمله. بصي هش وخفيف قد ايه، وبصي مقرمش وطعم الزبدة رائع فيه. يلا بينا نسمي الله ونصلي على رسول الكريم ونشوف عملنا البسكوت بتاعنا ازاي. انا معايا هنا نص كيلو من الزبدة. الحلة العجان دي مطرحها الزبدة، انا كنت شغالة قبلها على طول بيجي فور عشان ما تستغربوش، بس انا هي ليه عاملة كده. اشتغلت كله ورا بعضه. معايا هنا النص كيلو من الزبده، وحطيت عليهم 250 جرام من السكر، ولو عايزه تزودي السكر لحد 300 مفيش مشكله خالص لو انت حابه مسكر، لكن هو كده سكره مظبوط قوي. معايا هنا المضرب الكف ده، هو ده اللي انا شغاله بيه على اساس ان هو يضرب لي الزبده ضرب كويس جدا. انا عايزه الزبده بتاعتي تكون يعني مش زي البيدي فور او مش زي السابليه، يعني انا عايزاها تطرى شويه بس مش اكتر. البسكوت غير يعني. معايا هنا كوبايه من اللبن، حطيت عليهم معلقه كبيره هرميه من النشادر، واللبن هنا سخن. علشان النشادر بتاعتي تتفاعل لازم تحطيها في ميه سخنه او لبن سخن، اللي يريحك اعملي. انا مش حاطه البسكوت بتاعي مش حاطه له بيض خالص. معايا هنا كيلو من الدقيق ورشه ملح. بس خلاص هي دي كده كل مقاديرنا. هبتدي انزل بالدقيق شويه شويه كده، علشان احنا مش عايزين نعجن عجين لان ده بسكوت، فمش عايزين نعجنه عجين كتير يعني. فهنبتدي ننزل بالدقيق ونلفه يا دوب لفتين. العجينه دي برضو طريه ما هيش جامده، لان العجينه دي بتتعمل بالكيس الحلواني، ما هيش مش بالمكنه يعني. فالعجينه بتاعتنا طريه. بصي مجرد ما العجين اختفى قدام مني تمسكيها بايدك كده بتلزق جدا، بس تمسكيها بايدك بصي مش هتلزق في ايدك. خلاص هي كده العجينه بتاعتنا تمام مظبوطه. بصي انا هنا معايا القمع بتاع البسكوت ده، بقطعها كده بقى بمنتهى السهوله. طبعا البسكوت ده بيبقى طري عشان الواحد يقدر يقطعه كده بالكيس الحلواني بسهوله، غير بسكوت المكنه بيبقى جامد شويه. انت ممكن تحولي ده البسكوت مكنه بنص كوبايه دقيق كمان، مفيش مشكله خالص، نفس المقادير. ربنا يحسن ما بين ايديكم جميعا، ويكون طريقه البسكوت خفيفه وعجبتكم وطعمه جميل جدا جدا. بصي ادي طريقه تانية في التزيين. الحركه اللي تحبيها اعمليها مفيش مشكله. طبعا العجينه لينه في ايديا، وقدرت ان انا اشكل يعني الطريقه اللي تعجبني اشكلها، غير لما تبقى البسكوته العجينه ناشفه طبعا بتبقى عايزه مكنه يعني. فربنا يحسن ما بين ايديكم، وكل سنه وانتم طيبين. ما تنسونيش في اللايك. اشوفكم على خير في فيديو جديد ان شاء الله.